بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل على متابعيني الحلوين. النهاردة إن شاء الله هنعمل كيك الذرة أو هريسة الذرة. أنا عملناها قبل كده مع بعض في القناة من غير ولا بيض ولا لبن ولا سمنة، بمية وسكر بس. لو حابين ترجعوا لها. النهاردة هنعملها عادي زي الكيك، بس هنعمل فيها يعني الدقيق نصه دقيق ونص دقيق أبيض ونص دقيق ذرة، دقيق ذرة أصفر. بتديكي طعم هريسة الذرة. لكن لو حابة تعرفي هريسة الذرة اللي أهالينا كانوا بيعملوها زمان، ارجعي لها في القناة. النهاردة إن شاء الله معانا كوباية ونص دقيق أبيض، كوباية ونص دقيق ذرة أصفر. ويا ريت المكيال بتاعنا يبقى واحد كوباية، مج واحد نعاير بيه كله. يا ريت لو أول مرة تشوفوني من فضلكم ما ننساش نشترك في القناة، وحبايبي اللي متابعيني ما ينسوش اللايك للفيديو لو عجبكم. إن شاء الله يعجبكم. الكيك طلعت حلوة جدا، هشة وجميلة. هنا معانا 3 بيضات هننزل عليهم ببكوين فانيليا. أنا بحب أضرب كل حاجة لوحدها يا جماعة، مش بحب أحط كله على بعضه. هضرب البيض الأول وبعدين هنزل عليه بكوباية ونص سكر، نفس المج برضو كوباية ونص. هي اللي حلاوتها طلعت حلوة، يعني نسبة السكر طلعت كويسة قوي فيها. تمام. يبقى معانا 3 بيضات، كوباية ونص سكر، هنحط عليهم كوباية زيت وكوباية لبن. وهقول لكم انا احتجت نص كوباية لبن كمان. هنا هننزل بكوباية زيت، حابة تحطي زيت وزبدة، حابة تحطي سمنة بس انا فضلت الزيت لان الزيت بيخلي الكيك هش. هنا كوباية لبن، وان شاء الله هنحتاج نص كوباية كمان. يعني وانا بشتغل فيها وانا بخلط السوائل مع الدقيق هحتاج نص كوباية كمان. ان شاء الله هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان ما حدش يتلخبط. ده باكو كيك شيف. يبقى احنا هنا 3 بيضات، كوباية ونص سكر، كوباية زيت، كوباية ونص لبن. تمام. كوباية ونص دقيق ذرة على كوباية ونص دقيق ابيض. ان شاء الله هكتب لكم المقادير دي كلها. ذرة ملح. بصوا يا جماعة، أنا مش عارفة ذرة الملح بتبقى يعني هي سنة فعلا زي ما بيقولوا، ولا ذرة الملح بتفرق في العجين؟ يا ريت اللي يعرف المعلومة دي يقولي. هنا هحط معلقة خل مع الخليط وهو بيتضرب، معلقة كبيرة خل مش كتير، عشان الخل فعلا بيخليها هشة وبيفتح لونها. خلاص احنا ضربنا كل الحاجات دي مع بعضها. حبايبي يلا دوسنا اشتراك ودوسنا لايك ولا لسه؟ اهي دي انا مش هنزل بيها كلها مره واحده، لان الدقيق يا جماعه بيختلف من دقيق لدقيق. انا حاطه هنا لبن طبيعي كان فيه قشطه، فباين اهو ان هو مدي سمك كده للخليط. تمام. هنقلبها واحده واحده، وكل ما احتاج سوائل هنزل بيها علشان ما تنزليش بالسوائل مره واحده وتتفاجئي انك محتاجه تزودي دقيق. اهو انا بقى يعني لقيت ان الخليط تقيل شويه، فحطيت نص كوباية لبن. يبقى احنا خدنا في الوصفة دي كده كوباية ونص لبن اهو. تمام. هي كل ما كانت مش تقيلة ومش خفيفة بتطلع هشة وحلوة. تمام. هندهن هنا سمنة بالصينية دي مربعة وسط هي، هندهنها سمنة وننزل عليها بشوية دقيق، نعفرها بشوية دقيق. وهننزل اهو بالخليط اللي معانا كله. هي الصينية هتطلع كويسة قوي مع المعيار اللي احنا عاملينه. بجد طلعت حلوة جدا. نهبدها هبدتين كده، وبالبتاعة بتاعت الشيش طاووق، العصاية بتاعت الشيش طاووق دي. احنا بنعمل الحركة دي عشان نفضي الفقاقيع الهواء اللي فيها دي، علشان ما تشققش وما تقبش من النص. تمام. هنحط عليها بقى ايه، انا هحط نصها سمسم، ان انا بحترم السمسم جدا يا جماعه، بحبه جدا. السمسم كله كالسيوم، يا ريت تدخليه في كل اكلاتك، وبالذات لو عندك اطفال ممكن تطحنوه لهم وتحطوه لهم كده على الاكلات،
غني جدا بالكالسيوم، وتقدروا تقروا عن الموضوع ده. بس فعلا طلعت حلوة جدا. انا هحط نص بس، للي مش عايز فيه سمسم مش هعملها كلها بالسمسم. اجي بعد ما طلعت من الفرن، اللي بصوا الدقيق الاصفر مطلعها لونها حلو جدا، هشة وخفيفة، مش ملكومة، بجد حلوة جدا. لو حابين ترجعوا بقى للبسيسة اللي هي هريسة الذرة اللي هي كنا بنعملها زمان ايام ماما الله يرحمها، هتلاقوها في القناة ان شاء الله. بصوا هشة وجميلة، هي على فكرة لسه طالعة بتدخن اهي، لو الدخان واضح، فانا لسه مطلعها من الفرن حالا. هشة وخفيفة وباينة هي عاملة زي الاسفنج قدامكم. ان شاء الله لو جربتوها بنفس الطريقة دي هتعجبكم جدا. وشكرا يا جماعة، وباي باي.